واحده واحده كده. تعالى اقول لك تخش المزاد ده ازاي وتعمل ايه علشان خاطر تاخد عربيه اقل من سعرها ب 200 ولا 300 الف جنيه. المزاد ده مزاد عربيات حوادث. بتقدر ان انت تخش المزاد ببطاقتك تشتري عربيه واحده، لو معاك سجل تجاري بتقدر تشتري لوت كامل. بما ان الفيديو ده موجه للناس اللي بتشتري ببطاقتها لنفسها مش تجار، اقول لك بقى ازاي تخش المزاد ده وتاخد عربيه اقل من سعرها ب 200 300 الف جنيه. عايز اشرح بس قبل ما يخش حد دلوقتي في الكومنتات ويقول لي يا عم المزادات دي ليها ناسها وليها العتاوله بتوعتها والكلام الجميل ده كله. كلامك مظبوط، بس انت داخل تشتري عربيه واحده ببطاقتك، انت مش تاجر او مش حد معاه سجل تجاري رايح يشتري 70 80 عربيه، انت بالنسبه لهم مش منافس. هتخش المزاد وهتشتري، ممكن ما تشتريش، ممكن العربيه اللي انت عجبتك ان انت تخش فيها مزاد وبعد ما عملت حسبتك لقيت ان العربيه سعرها اعلى، بقى اعلى في المزاد من الحسبه اللي انت حاسبها، لا سيب العربيه على طول وما تكملش في المزاد ده وخد فلوس تامينك وشوف مزاد غيره. اوعى تشتري عربيه من مزاد انت تكون محدد لها مثلا ان انت تاخدها من المزاد ده ب 100,000 او ب 150,000، بص تلاقي حد علق على المزاد وانت تقوم معلي وتاخد العربيه. لا، انت تحط لنفسك رينج لسعر العربيه علشان خاطر العربيه لسه فيها اصلاحات ولسه في مصاريف، فالمصاريف دي كلها انت تكون حاسبها بورقه وقلم ومحدد سعر العربيه دي هتشتريها بكام من المزاد. عليت عن السعر اللي انت محدده يبقى سيب العربيه دي على طول وشوف بقى مزاد غيره او شوف اللوت اللي بعده. اوعى تخش مزاد بدون دراسه، يعني لازم تروح الاول المخزن الموجود فيها العربيات وتاخد معاك حد فاهم ويبقى معاك ورقه وقلم تكتب العربيه دي محتاجه 1 2 3، تسال على اللي هي محتاجاه ده تكلفته قد ايه. طب خلاص العربيه دي سعرها السوقي كذا، يبقى انا المفروض معلاش عن رقم كذا عشان خاطر تبقى العربيه اقل من سعرها السوقي بقد كده. ما تستعجلش، خليك هادي كده وبالراحه واحده واحده. ما ينفعش المزاد ده شوف المزاد اللي بعده، ما ينفعش ده شوف اللي بعده، وفي الاخر يبقى معاك عربيه اقل من سعرها ب 100 ولا 200 ولا 300 الف جنيه كمان. انت برضو رزقك في الموضوع. دايما هي العربيات دي بتبقى معيوبه برضو، معيوبه بس اقل من سعرها برقم. برضو لما تيجي تبيع يا جماعه العربيه دي فيها 1 2 3 وانا منزل من السعر قد كده علشان خاطر فيها كذا، تتباع عادي. ما تجريش على عربيه عايزه نص وربع والكلام ده، لا. يعني انت حاول على قد ما تقدر تجري ورا العربيه اللي محتاجه رفرف باب، خبطه مثلا في جنب، الكلام ده كله، زرجينه في شنطه، في حله شنطه، قرن شنطه، تكه بسيطه في فرده شاسيه. فكل الكلام ده تحدده يوم المعاينه اللي تروح فيه، تاخد معاك حد وتروح تفحص العربيات دي كويس، تشوف العربيه المناسبه ليك، تعمل لها ورقه تكتب كل اللي هي محتاجاه وتحدد السعر اللي انت ما ينفعش تعديه في المزاد وتتوكل على الله. طيب المزاد بقى مرسيش. طيب المزاد بقى مرسيش عليك وما خدتش حاجه، الفلوس التامين اللي انت بتبقى دافعها في المزاد بترجعها تاني، بتاخدها تاني. طيب رسي عليك عربيه منهم، الفلوس اللي انت دافعها تامين دي بتتخصم من ثمن العربيه. والله اعرف ناس ابتدوا بعربيات، يعني كان زمان الكلام ده ب 30,000 جنيه اشترى عربيه ودلوقتي ما شاء الله بقى اكبر تاجر حوادث يعني في مصر. عايزني في اي استفسار اكتب لي في الكومنت هرد عليك على طول وان شاء الله ربنا ييسر امركم، بدل ما تجري تروح تشتري عربيه مستعمله وصاحبها يقول لك فابريكا بره وجوه وممنوعات ونوادر والكلام الجميل ده كله، في الاخر تلاقيها مصاصه ولا فيها شاسيه ولا فيها يعني دواخل في العربيه رشه قوايم ولا الكلام ده كله. فانت كده كده بتدور في المستعمل، المستعمل كله اصلا حوادث ومعمول، يبقى روح هات لك انت عربيه عامله حادثه تكون حادثتها على قدها وتصلحها كده واحده واحده وتبقى ركبت عربيه موديل وبسعر اقل من سعر السوق برقم. تابعني علشان خاطر انزل لك كل يوم مزاد جديد. سلام.